طبعا احنا مجتمعين النهارده عشان اعرفكم بحمزه بيه البسيوني نجم المحطه الجديد. تشرفنا بيك يا فندم. اعرفك بالزملاء طبعا، مدام سناء رئيس تحرير البرنامج. ومراتك. ومراتي اللي قولي لي يا مدام سناء، هو انت اشتغلتي في المحطة عشان مراته ولا عشان انت سناء؟ أكيد عشان أنا سناء. أنا في المحطة من قبل ما شريف يكون موجود. اوكي. يبقى انت اللي اشتغلت عشان هي سناء. ما علينا. احب اعرفكم يا جماعه بالاستاذه ايه، دي البروديوسر الجديد اللي معانا في القناه، وانا اتشرفت جدا انها هتمسك البرنامج. وانا كمان سعيده بوجودي معاكم. الدكتوره فوزيه العقاد والاستاذه ماهي شوقي، طبعا غنيه عن التعريف. اكيد طبعا. معانا طبعا كمان الاستاذ هشام عبد الحميد، ده البروديوسر بتاع البرنامج. هو راجل تطوع ان هو يجي النهارده عشان يشرح لك طبعا هو كان البرنامج ماشي ازاي والسيستم بتاعه كان عامل ايه. هشام بيساعده فتحي، وانا برجح ان فتحي يكمل معاكي. زين. المساعد بتاعي ورئيس تحرير فقرتي. مين زين ده؟ نصي. ما جبتيش سيرته قبل كده. قلت لك المساعد بتاعي. الاستاذ هشام طبعا من الناس المتميزه عندنا، هيشرح لك ايه اللي بيحصل بالظبط في البرنامج. البرنامج الفورمات بتاعه هيكون عبارة عن 3 سيجمنت. أول سيجمنت الدكتورة والأستاذة بيعملوا انترودكشن لطيف كده، بيشرحوا فيه إيه اللي موجود في الحلقة. وكنا عاملين بلوف ظريف كده، يعني إن إحنا ممكن نطرح في بداية الحلقة المواضيع اللي إحنا ممكن نتكلم فيها. بعد كده في فوت. الفوت ده بيبقى مدته حوالي 10 دقايق، هي مدة السيجمنت الأول. نعرف الناس عايزة تتكلم في إيه النهاردة يعني. والفوت ده حقيقي ولا لا؟ لا طبعا، ده بلح. يعني ايه بلح؟ مش فاهم. بلح يعني فيك، مش حقيقي. لأننا أصلا بنكون مختارين المواضيع وعارفين مين الضيوف من الأول. طب لما هو ملوش لازمه موجود ليه اصلا؟ نوع من أنواع التواصل مع الناس، وبعدين الاس ام اس بفلوس، وده كويس للقناة. ودي حاجه مفيده جدا بالنسبه لنا ايه. بس انا شايفه ان هو مش حقيقي، يعني ما اعتقدش ان احنا محتاجينه يعني. ما علينا. كمل. السيجمنت التاني بيكون للأستاذة ماهي، هي اللي بتقدمه. الأستاذة ماهي؟ في حاجه يا استاذ؟ لا مفيش حاجة، بالعكس. معلش يا جماعة، أصل هو الزمن وسخ. ويا ترى الأستاذة ماهي هتقدم إيه؟ الكاميرا الخفية؟ دي إهانة وأنا مستحيل أقبلها. ولا وكبرنا يا جميل وبقينا نقول تماما يا جمل. ألف سلام. كوز مية. لا مش هينفع ده، مش هي. كوز مية بسرعة. أنا مش فاهماك. ماشي يا جماعه اهدوا بعد اذنكم. استاذ حمزه، خلينا نكمل شرح البرنامج. أنا آسف على المقاطعة، اتفضل. اتفضل يا هشام. أستاذة ماهي بتناقش قضية ليها دعوة بمشاكل الست المصرية، بس مشاكل قانونية، يعني فيها جانب قانوني كده أكتر. السيجمنت التالت بقى الدكتورة فوزية العقاد بتجيب مشكلة لحد مش معروف، أي حد يعني، أي واحدة كده، وبتتكلم فيها وتناقشها بجانب نفسي شوية. طيب يا جماعه، انا هسيبكم بقى تكملوا مع سناء، لاني عندي شويه اجتماعات مهمه. رئيسة التحرير، ها؟ ومراتك. ومراتك. ومراتي يا حمزه بيه. اوكي. على اذنك.